سلام زينات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في مطبخ كوكيتا. اليوم حنتقاسموا كيف نديروا خبز كوشه يجي بزاف هايل. الوصفه تاعنا تاع اليوم واش فيها؟ نحكموا كميه من الفارينه، يعني القيس اللي حبيتو، يعني يكون على حساب افراد العائله تاعكم. نزيدوا عليها مغرف كبيره، مغرف ونص كبيره تاع الخميره، او مغرف كبيره تاع السكر، ونزيدوا كميه من الملح. ومن بعد نبداو نطموا العجينه تاعنا، ندفيو الماء وشنو يكون مدافي رايح للسخون، ماشي مدافي رايح للبروده. فوالا، ونقعدوا نطموا العجينه تاعنا، نقعدوا نخدموا فيها حتى نتشكلوا على عجينه، نحصلوا بلوتو على عجينه تكون طريه وملساء. العجينه تاعنا حتكون على شكل عجينه تاع الخفاف. فوالا، حتكون بزاف خفيفه. فوالا، والعجينه تحب الخبيط، العجينه هذه تحب الخبيط، يعني حتعييكم شويه، مي النتيجه تاعها حتحصلوا على خبز بزاف هايل. توجو تستعينوا بالماء، يعني باش ما تلصقلكمش في اليد، وراكو تخبطوا فوالا كيما راكو تشوفوا في لا فيديو. فوالا، نتحصلوا على هذا القوام ويكون ملساء. نخلوها تخمر للمره الاولى، باسكو العجينه تاعنا حتخمر 3 مرات، يعني 2 مرات عجينه، والثالثه المره الثالثه حنت تخمر على طريقه نورمال، تكون مقرصه. فوالا، توجور تستعينوا بالماء والخبيط توجور. فوالا، ما حبيتش نقطع لكم المقاطع باش تشوفوا الطريقه يعني بالضبط، سرعت لكم بك شويه لا فيديو، مي كلش راهو واضح. وهنا زدت خليتها تخمر المره الثانيه. فوالا، ومن بعد نروح نقرصها. ناخذ السميد يكون رطب، ماشي خشين وماشي موين. الخبزات كيما تحبوا نتوما، تحبوا ديروهم كبار، تحبوا ديروهم صغار، يعني نتوما حرين. انا كنت استعملت 2 صغار وخرجت لي وحده كبيره. حليتهم فوق بابي كويسون. هنايا كي تكونوا تحلوا العجينه تاعكم وهنا حتخلوها تخمر للمره الثالثه، الفور تاعكم لازم يكون سخون 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 مليح. يعني يكون شاعل من الفوق ومن تحت، ولا عندكم فونتيلو تاني يكون شاعل. وشنو تاني؟ واذا ما عندكمش يعني فور لي يشعل من الفوق ومن تحت، شعلوا من تحت ومن بعد تشعلوا من الفوق. لازم يكون سخون، مي جو بو دو كما يقولوا من الاحسن يكون شاعل من الفوق ومن تحت. فوالا، باسكو علاش؟ كي يكون شاعل من الفوق ومن تحت هو اللي يخلي الخبز تاعكم يطلع يخمر. فوالا، وين تحسوا العجينه تاعكم تلصق زيدوا لها السميد هذاك، وهو قرصوا الخبزات تاعكم هذه، وهنا نخلوهم يريحوا المره الثالثه. ومن بعد كي نروحوا نطيبوهم نبداو نديروا هكذا، نرشوا بصباعتنا الماء باش تجيكم هذاك التنقاط كما راكم تشوفوا هنايا، التنقاط هذاك كيما الخبز تاع برا. فوالا، ومن بعد يطيب وطيابو ثم يطيب. كي تخرجوه من الكوشه تحسوه يابس كيما هنايا الخبزه هذه كانت هذاك من خرجتها، تحسوها يابسه بصح تغطوها بطرشونه، ثم 5 دقائق تحسوها بدات تطرى معكم. فوالا، يجيكم خبز بزاف خفيف، وشنو قلت لكم تعياو شويه بصح تحصلوا على نتيجه شابه. فوالا، هاك فاش نتحصلوا عليه من الداخل. واذا حبيتوا تزيدوا لهم سانوج ولا زراره لكم الاختيار، يعني نتوما والذوق تاعكم. يجيكم خبز بزاف هايل، مع لي راهو جاي رمضان. هذيك هي سوا. فوالا، هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. الى وصفات اخرى كالعاده، الى اللقاء.